السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده ألذ براونيز ممكن تعمليه في البيت. سهل جدا واقتصادي ومش مكلف، وعايزه اقولك 8 قطعتين منه، اقل من 8 قطعتين ممكن تاخديهم في اي كافيه. هتعملي الكميه الكبيره اللي احنا عملناها مع بعض. يعني حاجة جميلة جدا وموفرة، والطعم روعة، ما تفرقهوش عن اي كافيه اكلتي فيه البراونيز. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. وياريت ما ننساش قبل ما نشوف الفيديو نحط اللايك، وان شاء الله هيعجبكم وهتعرفوا ان اللايك كان في مكانه. وكمان تشتركوا في قناتي لو اول مرة تشوفوها. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا كوباية من الزبدة. الزبدة كده بتاخديها وبتسيحيها كده بحيث تبقى زبدة مذابة بالشكل ده، ما تكونش سخنة ولا حاجة، انت يدوب بس بتدوبيها على النار. اول ما تدوب كده معاكي هتستخدميها على طول. هنضيف على كوباية الزبدة 1.25 كوباية من السكر حبيبات، وهنخفقهم مع بعض كويس جدا بالمضرب اليدوي. الوصفة دي سهلة جدا، لا عايزة خلاط ولا عايزة مضرب كهربائي، يدوب المضرب اليدوي وهنمزج كل المكونات وهتبقى جاهزة معاكي في 10 دقايق. بعد ما خفقناهم كويس هنضيف عليهم 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ونضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما تحسي ان القوام كده اولا امتزج تماما، ثانيا عمل زي فوم معاكي. وضفنا عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضربهم مع بعض كويس جدا. خدي وقتك في الخطوة دي عشان تتأكدي ان هم امتزجوا تماما. دلوقتي هنضيف عليهم الدقيق، عبارة عن 1.5 كوباية من الدقيق، وهننخلهم مع بعض بالشكل ده. طبعا الدقيق يكون متعدد الاستعمالات، او طبعا دقيق الكيك يعني المتوفر عندك، بس متعدد الاستعمالات مناسب جدا برضو، مفيش اي مشكلة. وضفنا عليهم رشة صغيرة كده من الملح. بعد ما نخفقهم هنضيف عليهم الكاكاو، هنضيف 1 كوباية من الكاكاو الخام. حاولي تستخدمي نوع كاكاو خام يكون كويس. بتنزلي كده اي تكتلات في الكاكاو بمعلقة او بالسباتولا لحد ما ينزل معاكي تماما من المنخل بالشكل ده. ما ينفعش تحطي الكاكاو من غير ما تنخليه، عشان التكتلات اللي فيه دي لازم تنخليه. وبعد كده هضربهم مع بعض او هخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما الخليط يمتزج تماما. يلا يا حبايبي نصلي على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام. لو لسه ما صليناش عليه. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل. وزي ما دايما بنقول في اي فيديو، ياريت كده تفتكري وتعملي ورد يومي ليكي من الصلاة على الحبيب. ربنا يجعلها نور كده في بيتنا بإذن الله. احنا بنقضي اوقات كتير في المطبخ، فياريت نستغلها في الذكر، هتبقى حاجة جميلة جدا. وفي الصلاة على الحبيب ضفت عليهم حوالي 200 جرام من الشوكولاتة الدارك، مكسراهم صغير بالشكل ده وبمزجهم مع بعض كويس. بس عايزة اقول لكم لو استخدمتي في الوصفة دي شوكولاتة الحليب بتطلع اجمل واجمل. بصراحة انا بحب شوكولاتة الحليب جدا، بحسها ناعمة وكمان طعمها حلو قوي. فلو جربتيها مكان الشوكولاتة الدارك هتحسي كمان الوصفة اجمل واجمل. لكن لو مش متوفرة زي ما انا كده ما كانتش عندي، خلاص استخدمت الشوكولاتة الدارك وبرضو بتطلع جميلة جدا. بس انا بحب ذوقي في الشوكولاتة، بحب شوكولاتة الحليب وهي فعلا حلوة. بعد ما مزجتهم مع بعض حضرت صينية، حطيت فيها ورقة من الزبدة ومسحتها بالزيت، ونزلت عليها بالخليط بالشكل ده. الخليط بيكون متماسك زي ما انت شايفة كده، بتساوي السطح بتاعه
وبتدخليه في الفرن. الفرن لازم تكون سخنة مسبقا. بياخد معاكي حوالي 27 دقيقة ل 30 دقيقة، وطبعا فرن من فرن بتختلف. يعني ممكن 27 دقيقة بيكون خلاص تمام، هتطلعيه هيكون حلو جدا. وممكن فرن تانية لو اعلى شوية بيحتاج 30 دقيقة، يعني حسب فرنك هتشوفي. بس هو مش هياخد معاكي اكتر من 30 دقيقة وبتخرجيه من الفرن. طبعا ما تقلقيش، هو مش بيهبط ولا حاجة، لان هو كده كده مفهوش بيكنج باودر، فانتي بتطلعيه على طول. انا هنا سبته يبرد علشان اعرف اقطعه، لانه طبعا كله شوكولاتة من جوه، فبتسيبيه يبرد وبعدين تقطعيه. وهو زي ما انتوا شايفين قطعته بالشكل ده. على فكرة العدد كبير، يعني انا اللي حطاهم هنا في تاني اتبقى، يعني مش دول بس، تقريبا كان في 4 قطع او 5 قطع غير اللي قدامكم دول. فبصراحة الكمية حلوة جدا والقطع كبيرة مش صغيرة. شايفة الشوكولاتة من جوه عاملة ازاي؟ على فكرة السطح لما يكون كده غير متساوي وشكله كده فيه كرمشة، كده ان تبقى وصفتك تمام وتسويتها كمان تمام. شايفة شكله من جوه عامل ازاي؟ بصراحة تحفة وسهل جدا وما بياخدش وقت، والاولاد بيحبوه جدا، وهو بصراحة وصفة لذيذة وجميلة. انا زينته بصوص اللوتس، زبدة اللوتس. طبعا تقدري اي صوص بتحبيه تحطيه عليه، او تاخديها كده بس من غير اي صوص ولا حاجة، هي جميلة. يعني براحتك، متوفر عندك صوصات تقدري تضيفي اللي بتحبيه. بالنسبة لصوص زبدة اللوتس بتاخدي معلقتين من زبدة اللوتس، ويا اما تضيفي عليها مية دافية يا اما لبن دافي، او لبن سخن، او مية سخنة، حسب زبدة اللوتس. مثلا لو في التلاجة هتحتاج انك انتي تنزلي عليها حاجة سخنة عشان تدوب معاكي لحد ما يبقى بالقوام ده، هتضيفيه عليه. شايفة الجمال؟ بجد يفتح النفس. يعني الناس اللي بتحب الشوكولاتة مش بتقدر تقاوم اللقطة دي. شكله تحفة وطعمه جميل. وعلى فكرة حلو قوي لو جايلك ضيوف، بتقدري تعملي حاجة حلوة سريعة من غير ما تاخد منك وقت ولا تاخد منك مجهود. فبصراحة هو عملي جدا. يا ريت لو لسه ما جربتيش البراونيز تجربيه، ان شاء الله هيعجبكم. ايه رأيكم في الجمال؟ انا فتحت نفسكم خالص كده فكفاية. انا شخصيا نفسي اتفتحت رغم ان انا يعني اكلت منه. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني. بحبكم في الله. امال سليم.